ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناه تجارب شوشتة. النهارده فيديو جديد وهنجرب كل انواع الكشري، هنجرب احسن كشري في مصر. بس شجعوني باللايك عشان الفيديو يترفع، وكمان اشتركوا في القناه علشان القناه تكبر واظهر معاكم في اقرب وقت. اول واحد هنبتدي بيه النهارده هو كشري التحرير. طلبت اصغر علبه، والعلبه دي تمنها 25 جنيه، وزي ما انتم شايفينها كده هي مش صغيره قوي، يعني علبه مليانه. تعالوا نشوف المكونات اللي بتيجي معاها ايه. طبعا كيس بصل، وكيس دقه، وكيس صلصه، وكيس شطه. احلى حاجه بصراحه في كشري التحرير الباكج بتاعته شكلها شيك جدا. الباكج بتاعته متكلفه، يعني هو صارف ومكلف بصراحه على الباكج والالوان والحركات اللي عاملها في العلبه بتاعته. تعالوا بقى نحط المكونات على الكشري علشان ندوق ونقيم كشري التحرير. وصلنا بقى لاصعب خطوه بصراحه عشان بصور في العربيه، ان انا احط المكونات وهي الصلصه والدقه والبصل. يعني التصوير في العربية صعب جدا يا جماعة، وبهدلة بهدلة بجد للفود بلوجر اللي بيعملوا تصوير في العربية زيي، بيتبهدلوا بجد حرفيا يعني. المهم خلاص عدت بأمان وحطيت كل المكونات، ودلوقتي هقلب بقى الكشري كويس جدا. ويلا هندوق ونقيم كشري التحرير. وعايزه اقول لكم كانت ريحته حلوه قوي يا جماعه، حلوه قوي، وانا اصلا من عشاق الكشري. فيلا بقى ندوق كشري التحرير. دقت بقى كشري التحرير، وعايزه اقول لكم انه عجبني جدا جدا. المكرونه والعدس والحاجات المكونات اللي كانت فيه مش مستويه قوي، يعني مظبوطه 100%. طعم الصلصه وطعم الدقه ممتازين جدا. بس هي المشكله ان الطبق ده كان عاوز على الاقل كيسين صلصه و3 اكياس دقه، يعني كميه الصلصه والدقه قليله على كميه الكشري، بس الطعم خرافي يا جماعه. يلا ندخل على تاني كشري معانا وهو كشري هند. يلا نفتحه ونشوفه. طبعا شكل الباكج زي ما انتم شايفين متوسط جدا. تعالوا نشوف معاه ايه. معاه كيس دقه وكيس شطه. طبعا زي ما انتم شايفين شكل العلبه والتغليف بتاع الدقه والشطه، كل الخامات متوسطه جدا، يعني مش مكلف نفسه في شكل التغليف. مش مهم، المهم دلوقتي هنشوف سعره ونقيم طعمه، وساعتها هنقول عليه حلو ولا وحش. العلبة دي سعرها 15 جنيه، وانا شايفة بصراحة ان شكل العلبة ما كانش فاضي، كان مليان. يعني 15 جنيه على الحجم ده كان حجم حلو جدا مقارنة بكشري التحرير. كانت العلبة الصغيرة بتاعته 25 جنيه. الكواليتي بتاعته عالية، بس كانت العلبة غالية. لكن الكشري بتاع هند ب 15 جنيه، فده سعر مناسب. حطيت الدقة بقى والصلصة كانت محطوطة وكل حاجة، وقلبت طبعا الكشري كويس جدا. ويلا ندوق كشري هند ونقيمه ونشوف هيبقى حلو ولا لا. دقت الكشري بصراحة حسيت ان هو يعني مستوي قوي، يعني داخل على ان هو معجن. فدي حاجة مش كويسة خالص في الكشري. الكشري لازم يبقى متوسط في السوا، ما يبقاش مهري قوي وما يبقاش ني. فده كان بصراحة معجن زي ما انتم شايفين. قعدت اقلب لكم في العلبة علشان تتأكدوا انه هو كان الطعم يعني حلو مش وحش، بس مشكله ان هو معجن ومستوي قوي ده بصراحه ما عجبتنيش. فانا بصراحه هقيم كشري هند 7/10. ويلا هندخل على تالت كشري معانا وهو كشري عامل ضجه الفتره الاخيره يا جماعه، وهو كشري ابو دقه. اول مره اجربه معاكم دلوقتي، ويلا نشوف كشري ابو دقه ايه الضجه اللي عليه دي. اول حاجه طبعا شايفينها ان التغليف عادي جدا جدا، يعني مش مكلف نفسه في الباكج بتاعه خالص. فيلا نطلع العلبه ونشوف سعرها وحجمها. العلبة دي سعرها 15 جنيه. هي طبعا علبة صغيرة جدا، يعني ممكن ما تشبعيش وتجيبي علبة كمان. فهي كانت علبة صغيرة جدا. معاه كيس صلصة ومعاه كيس دقة. هو حاطط البصل على الوش. ويلا دلوقتي هنحط المكونات ونقلبه ونقيمه ونشوف هو يستاهل الضجة اللي معمولة عليه ده ولا لأ. يلا هحط الصلصة والدقة معاكم. وهنا كانت الكارثه يا جماعه، يعني بصراحه الكشري كان سخن جدا، وحطيت الصلصه والدقه، وعايزه اقول لكم ان هم يعني كبوا عليا وظبطوني بصراحه. يعني انا اتظبطت في الفيديو ده، بس مش مشكله. المهم ان انتم مبسوطين ومستمتعين بالفيديو، وما تنسوش تحطوا لايك عشان تشجعوني اكمل وانزل لكم فيديوهات اكتر. ويلا دلوقتي اقلب الكشري الجميل ده. وعايزه اقول لكم ان المعلقه كانت طريه جدا وكانت غيظاني جدا وانا بقلبه، يعني الكواليتي كانت في الضياع بصراحه. بس شكل الكشري كان حلو جدا، واحلى حاجه فيه انه كان جوسي يا جماعه. انا دقته هو بصراحه مش وحش، بس مش واو، علشان طعم الصلصه فيه والدقه كان عليهم زي بهارات كده او توابل، تحس ان هي مش لايقه مع صلصه الكشري ودقه الكشري. عجبني فيه اكتر حاجه ان هو جوسي كده، ويعني فاهمين يعني مميمي كده. بالنسبه لي هو كان كطعم متوسط، لكن الحكايه ان هو يعني جوسي عجبتني. وكمان المكرونه والحاجه اللي كانت فيه ما كانتش مهريه، يعني كان سواه مظبوط وحلو جدا زي كشري التحرير بالظبط. بس هي طعم الصلصه والدقه اللي كانوا مختلفين شويه.
انا هقيم كشري ابو دقه 8.5 من 10. وبس كده انا خلصت الفيديو معاكم. يبقى كده اللي كسب معانا في الحلقه دي واحسن كشري في مصر هو كشري التحرير، وتاني واحد في المرتبه الثانيه هيبقى كشري ابو دقه، وفي المرتبه الثالثه كشري هند. وانا كده عملت معاكم الجزء الاول من احسن كشري في مصر، وهنكمل بقيه المحلات المشهوره في مصر ونعمل جزء تاني. وبس كده انا خلصت الفيديو النهارده. عايزاكم تكتبوا لي رايكم في التعليقات وتقولوا لي انتوا جربتوا انه كشري وبتفضلوا انه كشري، وكمان لو عايزين اصور اي فيديو تاني او اي مطعم تاني يا ريت تكتبوا لي كده اقتراحاتكم في التعليقات، واستنوني في فيديوهات جديده، وباي باي.